ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ارجوك اعمل اي حاجه فينا، بس مفيش داعي تسيبنا. ان شاء الله يا رب تطلب من كل واحد فينا يقتل نفسه قدامك، بس ما تسيبناش. ما لاحظتش ان احنا اتغيرنا الاسبوع اللي فات؟ اكيد حسيت ان ده شيء كويس. حاولنا نعمل المستحيل عشان نرضيك. اتضح لنا ان احنا بنحبك قوي، ومستعدين نعمل اي حاجه عشان تفضل معانا. ما تسيبناش. فانوس صبري ايوه قوم اقف هنا. ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. كل سنه طيب. بكره. ايوه. ويا استاذ خطاب ورايا. الواد ابراهيم فين؟ يا استاذ خطاب قول ورايا. مفهوم؟ استاذ نفع. على امك. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك. كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقفوك ويحبطوك ويكسروك. خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك. وما تزعلش ده عادي، كله كلام على الفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك. والنعمة يا محي لو غلطت لا تلك. لا، ما هو الكلام الكتير ده هتلخبط، واحلف وربنا ما اعمل العمليه دي. خلصوني. يلا بينا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه ده عبود؟ عم متولي، بمناسبة السنة الجديدة تحب تقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أيها السادة المشاهدين، حسبي الله ونعم الوكيل. عم متولي حضرتك اتحاسبنت كتير، ان شاء الله ربنا يتقبل، بس اقفل الحلقة. بس خلاص كده قفلت، شيل الدور. لا ده كده في مسابقات خارجيه، ده اول مره يكسب. اول مره يكسب دي عايده على مين؟ عليك. كسبت. اللهم لك الحمد والشكر. لا انتم مخبيين عليا حاجه. يا عم انت كسبت. كسبت يا بركه دعاك يا ماما. يا نهار ازرق، ايه ده؟ دي بقول
حضرتك ايه؟ هي الفقره دي اجباري ولا اختياري؟ طبعا اختياري وهتنفذها غصب عنك. يلا يا ضنايا ما تخافش يا حبيب امك، بس بقول لك ايه؟ القلب ترجع لي بيهم صحاب. طب ما هنا والنبي يا ماما، انتوا خليني اقعد معاكم، قلبي مقبوض. قلبي مقبوض. يلا يا ابني ما تخافش، اتكل على الله. استرها معانا يا رب. يا رب. يا جدع انت ما تستفزنيش. واننا اعاهدكم من الان ان لكل فرد سوف يكون له فيلا في الساحل الشمالي. هونها تون، مش هو المثل بيقول كده؟ هونها تون، ادي احنا مهونينها عشان تهون. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل يا بابا. يلا يا بابا وما تتنحش. يا جدعان افهموني، قلت لكم مليون مرة أنا ما ينفعش أبقى. إيه؟ هحاول. ما علينا، خلي بالك الغلطة بجول. ما تخافش يا جد، إن شاء الله هنرجع بالكاس. يا رب هوينا على الشر. بعتني بكام يا صاحبي؟ مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. أنا مش سكران. أنا في عزبة. يا أنا في بعضك. أنا ضايع وماليش جوع بدني وصاعد خيط. يعني أنا مش موجود. عقل الجن بقى شبح. القرف ده. طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ في حاجات لا اله الا الله، لا اله الا الله. سعادة الباشا مجدي بيه، حتى انتوا كمان صابكوا اللي صابنا. ازيك يا عبد الحميد؟ زي ما انت شايف مش مبسوط، والناس دي كلها مش مبسوطين. بس بس وحضرتك برضو مش مبسوط، مش كده؟ لا انا مبسوط قوي يا عبد الحميد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس without ever feeling nervous or worried about mistakes, with the smooth pronunciation of a native speaker. And best of all, this one easy change in the way you learn will help you experience immediate improvement in your spoken English, so you'll finally major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? yes, but sometimes no.